الو مستر جوزيه مورينيو، مساء العسل يا كوتش. بقول لك ايه، عايزين نفكنا بقى من 4-4-2 و4-3-3. راحت عليهم. جربت ال3-3-1؟ لا تطلب اوردر ايه يا راجل، ده مش خط ساخن، دي خطة لعب. يا كابتن عيب ما تقلش ادبك، والله ما بألف، دي طريقة كابتن رضا عبد العال. طب شكرا يا محترم. جو تو هيل اسهول. خطط اللعب العالمية مختلفة وكل موسم بيحصل فيها جديد، والنهاردة هنتكلم عن بعض مفاهيمنا الخاطئة عن التخطيط والتكتيك. جاهز معايا يا كابتن تقابل جمهورك؟ ما تخلص يا ابني، وانا محمد حمائي؟ قول الأسئلة وفكك من وجع القلب ده. كونت اسمه أنين الحاضر بيقول لك ايه رأيك يا كابتن في مقولة الشوط الأول شوط لعيبة والتاني شوط مدربين؟ والشوط التالت بتاع متفرجين؟ مش أي حاجة نسمعها يا جماعة في برامج نصدقها. ما هو أكيد مثلا المدرب مش بيقول لهم الشوط الأول بتاعكم انزلوا تعاملوا وتعالوا بين الشوطين اديكم الخطة، ده كده ياخد نص أجر يا ابني. ده في كمان يا كابتن اللي يقول لك الشوط ده يبقى شوط دكة البدلاء والبديل ينزل ويجيب جول فعلا. يا ابني لا ذكاء مدرب ولا نيلة ولا بدلاء، هو الفكرة بس الواد بيبقى نازل في الدقيقة 60، زمايله كلهم مشحرين وقاطعين نفس، ينزل هو بصحته يخلص على الماتش ويعمل الفرق. طبعا انا بهزر، ده كلام فاضي بتاع ناس مش فاهمة كورة، بس الخطط والتبديل عالم لوحده. ده مش كلام والله يا كابتن، ده كلام برامج التحليل. ما برامج التحليل دي هي السبب. النتيجة تبقى 0-0 في الشوط الاول، تلاقيها بتقول لك كلام وحش عن المدرب، يجي جول تلاقيهم يتكلموا عن قد ايه المدرب عبقري وغير التمركزات، والجون اصلا المدافع جايبه في نفسه. دول مش بتوع تحليل يا عم، دول بتوع رد فعل. عرفة الدملاوي من قرية دميل بيقول لك ايه رأيك في خطط اللعب اللي بيمشي بيها المدربين المصريين؟ بص يا دملاوي، سكه ودغري. المدرب المصري لما تقول له عاوزين نلعب بمهاجم صريح يقول لك مفيش احلى من الصراحه، انا ما بحبش المهاجم اللي بيلف ويدور. طب ولو قلت للمدرب ايه افضل خطه عندك؟ هيقول لك 5-3-2 كونتر اتاك، وهو ما يعرفش غير لوح الكونتر بتاع الخشب. ده كده يبقى مدرب باب وشباك. انت تخرس خالص. تعرف المدرب المصري ده لو قلت له عايزين نستغل المساحات هيقول لك يلا نبني عليها كافيه. بقول لك ايه، تعال نطلع نغني احسن. ما ببدأش بونج يمين، بيحسبونا فتايين، فاكس 4-4-2، اصل دي خطة مبتدئين. مش فاهم تمركزات بس بحط التشكيلات، نزل 5 مدافعين ونلعب على المرتدات، اموت وافتي في الكورة اصلي بحب النظريات، لا تكتيك ولا تكنيك، دي كلها الشكليات. فهمت؟ لا سخنت، حق زهقت، حقك تعبت، تكة دمت، دقة سبت، فكة بس كفانا هبدا. التكتيك جامد ومتين، ممكن اهاجم بمدافعين، اللي بينتقدونا مش فاهمين، ده احنا عباقرة مش مجانين. وبما ان الكرة بقت علم وليها مدارس في كل حتة، موافقني الرأي ان معظم محللينا ومدربينا ما يعرفوش حاجة عن العلم ده؟ قول لي رأيك في الكومنتات وهتناقش معاك بنفسي. انا وبعد الطوفان بيسألك يا كابتن وبيقول لك ليه في مصر ما بنهتمش بالتحركات بدون كورة؟ عشان لو قلت للعيبة عندنا نهتم بالتحركات بدون كورة تلاقي اللعيب من دول بيمشي والكورة جنبه وبيتفرج عليها. المدربين والخبراء هنا يا ابني فاكرين ان التكتيك بتفاهة ايه، نلعب كورة دفاعية ولا هجومية؟ يا جدعان ده بحر، ده الهجوم فيه البوزيشنال بلاي والجيجن بريس، والدفاع فيه الميد بلوك واللو بلوك والهاي بريس وشغلانة سودا. طب بذمتك في مدرب او محلل مصري فاهم ده؟ هل هم فاهمين يعني ايه تحليل داتا ويعني ايه اكس جي وهيت ماب والكلام ده؟ والله ما فاهمين ان الكوره بقت علم اصلا. خليني ساكت. اللهم صل على النبي عليك يا كابتن، ده مفيش حد في مصر كلها يعرف اللي انت بتقوله ده والله. اهو انا سايبك تاكل عيش عشان انت بتعرف. امال ليه في مصر يا كابتن بيلعبوا 4-4-2؟ يا ابني اي مدرب هنا عايز يدافع يقول لك العب 4-4-2 5-3-2، مع ان ممكن عادي تلعب اي حاجه وممكن تعمل بيها اي حاجه. هم بس فاكرين ان الخطط هنا عامله زي البيبي فوت او بيرصوا اللعيبه زي الشطرنج. ما هم مش بيلعبوا بخطه 4-3-3 عشان هجوميه يا ابني انت هتعمل زيهم. ما هو الدوري الانجليزي تقريبا كله من اول المتصدر لحد اللي هينزل يهبط بيلعبوا 4-3-3. القصه كلها هم واقفين بيهببوا ايه. سؤال يا كابتن، مين ما تقلبش المواجع الجرح لسه واجع؟ لا الف سلامه طبعا. بيقول لك يا كابتن، هل اللعيبه المصريه بتلتزم بخطه المدربين؟ اللاعب المصري مش بيهتم غير ب3 حاجات: هيقف فين، هيمسك مين، وهياخد مستحقاته امتى. المدرب بقى يقول له تمركزات، مثلث مقلوب، زون ديفنس والكلام ده، هيقول له ما تصدعنيش، انت هتيجي تلعب مكان احسن. ده ممكن اللاعب يمسك في المدرب والحكم يحوش بينهم. والله الحكام دول غلابه واشرار في نفس الوقت. ولو مش مصدق وعايز تعرف ازاي، شوف الحلقه اللي فاتت بتاعه التحكيم، وما تنساش تكتب لي اسئلتك في الكومنتات وانا هرد عليها بنفسي. ولو احنا على اليوتيوب نعمل سبسكرايب وشير ولايك للحلقه لو عجبتك. كل حلقه وانتوا كرويين. باي باي.